عارف انك تقدر تشتري ايفون 13 بنفس سعر موبايلات اندرويد متوسطه، والمفاجاه اداؤه بيكسفهم كمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم عمر مدكور من قناه مدكور تك. دلوقتي عشان تبدا صناعه محتوى او تشيل موبايل عليه القيمه وشكله قايم ومتكامل نسبيا، بقى محتاج تبيع كليه، مع ان لو طورت شويه ممكن تلاقي جهاز يقدم لك اللي محتاجه من ناحيه فخامه وكاميرات كويسه لصناعه المحتوى واداؤه ممتاز، وكمان يعيش معاك كام سنه. في الفيديو ده هنتكلم على اكتر موبايل بيجي لي عليه اسئله واكتر موبايل من شركه ابل مطلوب في السوق غالبا بشكل كبير، وهو ايفون 13 العادي. انا عارف انك دلوقتي بتفكر ليه حد ممكن يتكلم عن ايفون 13 في 2025، بس صدقني بعد ما تسمع الفيديو دوت ممكن تغير رايك تماما. بس قبل ما نخش في المراجعه ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتحط لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وبس يلا بينا نخش في المواصفات. اول حاجه خلينا نفتكر المواصفات بسرعه كده. بيجي بشاشه سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد بحجم 6.1 بوصه والوان وتفاصيل ممتازه، مش الاحسن في السوق حاليا بس تقضي الغرض لو محتاج ايفون ضروري، ولو طالع من جهاز 60 هرتز مش 90 او 120، لان كده هتحس انك نزلت مع انك طلعت مش نزلت خالص. وللعلم انا قصدي ان هي مش الافضل في السوق، اقصد من ناحيه الهرتز مش من ناحيه الجوده خالص، بالعكس هي لو جينا من ناحيه كجوده الوان وكل حاجه، لا هي الافضل في السوق كله حاليا بالنسبه للسعر بتاعها. ما ننساش برضو ان انت بتقارن موبايلات متوسطه بموبايل فلاج شيب. بالنسبه للمعالج بيجي بمعالج A15 بايونيك، كان وقتها الاقوى ولسه لحد دلوقتي بيأدي. كاميرتين 12 ميجا بكسل رئيسيه زائد واسعه 12 ميجا بكسل برضه، ومع الفوتوجرافيك ستايل والسينماتيك مود مفيش كاميرا تيلي فوتو لتصوير البورتريه، وبطاريه حوالي 3000 ملي امبير مع تحسينات iOS بتكمل اليوم بأريحية، برضه مش الأعلى في السوق. وبيجي فيس اي دي و5G واي سيم، كل ده في تصميم ممتاز ومسكته مريحه وخامات ممتازه من ابل كالعاده. تعال بقى نسال السؤال المهم، في 2025 الموبايل ده لسه بيهدي؟ الاجابه ايوه وبكل ثقه. الاي 15 بايونيك لسه بيشغل كل الالعاب والتطبيقات الثقيله بكل سلاسه، زي لعبه بابجي مثلا بتشتغل هنا 60 فريم مستريح قوي، ولو كانت الشاشه فيها البروموشن اللي هي بتوصل ل 120 هرتز كنت هتلعب اللعبه على 120 فريم، لان اخوه الكبير البرو والبرو ماكس بيشتغل على 120 فريم، ده طبعا لان شاشتهم 120 هرتز او فيها البروموشن. الجهاز بيشتغل حاليا المفروض على iOS 26 الجديد من ابل، دلوقتي بقى يتسمى على اسم السنه، مش زي الاول، يعني المره دي 26 الجاي 27 وهكذا، ولسه الجهاز هيقعد بتاع 3 او 4 سنين مستريح قوي ويجي له تحديثات، وحتى لو وقف هيبقى شغال عادي لمده مش قصيره. في المهام اليوميه واتساب وتيك توك ويوتيوب وتصوير وشغل كله تمام، مفيش لاج ولا تهنيج نهائي. بالنسبه للكاميرا الايفون 13 ممكن ما تكونش الاحدث بس بتقدم صور ممتازه جدا. تصوير النهار ممتاز، دايناميك رينج عالي، الوان طبيعيه، وتصوير الليل اتحسن جدا مع السنسور شيفت ستابلايزيشن. الفيديوهات ده بقى ملعب ابل، تيجي ب 4K وتثبيت خرافي وصوت ممتاز، عشان كده قلت انه ينفع اي حد محتاج يبدا صناعه محتوى باقل تكاليف. ممكن حد يقول لي لا ما اعرفش جهاز ايه هيبقى احسن منه في الفيديو. انسى الكلام ده انسى حرفيا بجد. ممكن يبقى احسن في الصور، لكن الفيديو بصراحه لا، ابل توب في الحوار ده. عشان بس تعرف قوه الاجهزه من ناحيه الكاميرا، في فيلم رعب هينزل المفروض انه نزل يوم 19 يونيو، الفيلم ده بالكامل متصور بايفون 15 برو ماكس. يعني عايز تاني اكتر من كده يثبت لك ان مفيش حد ندم انه جاب جهاز من ابل لتصوير محتوى. وكمان الكاميرا فيها السينماتيك مود بيدي شكل احترافي للفيديوهات حتى لو مش محترف في التصوير. بالنسبه للبطاريه، بعد 4 سنين البطاريه طبعا اتاثرت شويه، بس ده طبيعي، بس بسبب كفاءة المعالج وتحديثات iOS الموبايل لسه بيكمل اليوم في استخدام متوسط. وفي حالة البطارية أقل من 85% تقدر تغيرها من أبل أو محل موثوق، وسعرها مش عالي زي زمان. نصيحة ما تجيبش الجهاز مستعمل يكون أقل من 85%، وكده كده المفروض تلاقي أجهزة حالتها حلوة عشان الجهاز فيه منه جديد حاليا في السوق. موضوعه إيه في السوق؟ بص، هو بما إن أسعاره متفاوتة فأنت مش هتعرف تقارن بإيه ولا إيه، بس هنمسك فيها واحدة حاليا أو سعر واحد، بما إن السعر متداول ليه اللي هنعرفه آخر الفيديو عشان لسه ليه قصة. وبالمناسبة لو أنت في الخليج وبالذات السعوديه، الايفون 13 هناك عامل شغل عالي جدا وناس كتير بتدور عليه لانه بيتوفر مستعمل باسعار ممتازه، بتبدا من حوالي 900 ريال، وده بيخليه واحد من اكتر الموبايلات اللي عليها طلب هناك، سواء للناس اللي بتدور على اداء قوي او قيمه مقابل سعر من كميه. وده واضح جدا كمان من كميه الناس اللي بتسأل على اليوتيوب من السعوديه. في موبايلات اندرويد في نفس السعر زي السامسونج اي 56 واونر 400، بس الايفون 13 بيفوز في حاجات كتير جدا. من ناحيه الاداء اسرع، من ناحيه الاداء اسرع بمعنى ايه؟ مش هتلاقي تهنيجات وحاجات تشيلها. من ناحيه التحديثات بيستمر اكتر ما عدا سامسونج، لان سامسونج لسه قدامه 6 سنين، بس بعد ال6 سنين تعال شوف مين اللي هيبقى شغال بكفاءه، نوعا ما هتلاقيه الايفون. من ناحيه الكاميرا والفيديو غالبا احسن، يعني ممكن يكسبوا في الصور لكن الفيديو استحاله. من ناحيه القيمه مقابل سعر، بص هو بيقدم قيمه ولا في نفس الوقت،
لان زي ما قلت لك مشكله السعر. المميزات والعيوب، اعمل لايك واشتراك في القناه ويلا بينا نخش في المميزات. المميزات اداؤه ممتاز، تصميم راقي، كاميرات قويه، تحديثات لسنين جايه. العيوب، اولا مفيش معدل تحديث عالي، لسه 60 هرتز زي ما هو، والمنافسين كلهم 120 هرتز. الشحن مش الاسرع وبرده المنافسين شاطحين في العالي، اقل واحد 45 واط. كاميرتين بس، مفيش تيليفوتو، وده مش كله عنده كاميرا تيليفوتو في الفئه، يعني اجهزه قليله جدا اللي فيها. لو هتتاقلم على العيوب دي الجهاز ده هيكون توب ليك. ولو محتاج جهاز فخم برضه الجهاز ده توب ليك، ولو محتاجه لصناعه محتوى فهو برضه هينفعك. لا غير كده لا، في بدائل احسن او ممكن تكون احسن. عايز رايي؟ انا شايفه بصراحه يستاهل. نيجي بقى للسعر في مصر وحواراته. طبعا بسبب حوار الضرايب اجهزه الايفون اكتر اجهزه متضرره من الحوار ده، لان كلهم من بره، بس احنا هنركز على 13 حاليا. سعره بيبدا من 17000 جنيه ل 30000 جنيه. شفت بقى العبث؟ ال 17000 ده مستعمل، استعمال مش وحش بس مش مدفوع الضريبه. لو هتجيبه مدفوع الضريبه مستعمل هيبقى في حدود ال 23 او 22000 جنيه، ولو هتجيبه جديد مش مدفوع الضريبه هيبقى عامل 23 او 24000 جنيه، ولو هتجيبه مدفوع الضريبه جديد هيبقى عامل 30 او 31000 جنيه. ليك القرار في الاول وفي الاخر. ولو جبته مش مدفوع هيبقى قدامك 3 شهور او 90 يوم مهله للدفع، هتبقى تقريبا الضريبه حوالي 6000 جنيه او 6 ونص. وفي النهايه حابب اقول لك ان الايفون 13 بعد 4 سنين من اطلاقه لسه بيقدم تجربه ممتازه جدا. لو معاك ميزانيه محدوده وعايز موبايل موثوق وسريع وبيصور كويس وبيعيش، ده اختيار عبقري. وهو مش بس بيعيش، ده بيتحدى كمان. وبس دي كده نهايه حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتك. ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتحط لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. انا عمر مدكور من قناه مدكور تك، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.